السلام عليكم، انا خالد. لحد النهارده عنوان اكتر افلام منتظره في 2024 واللي هنذكر فيها الافلام الاجنبي الاول وبعد كده الافلام العربي. من غير ما نطول في المقدمه نروح للقائمه على طول. فيلم سبايدر مان ذا سبايدر فيرس، حقيقي فعلا الجزء الاول منه كان رائع، بل بالعكس ولا اروع، من افضل الافلام في السنه. استمتعت بيه جدا، فده من ضمن الاسباب اللي خلينا بنسميها الجزء الثاني الفيلم واللي هينزل في 2024. وفيلم ديدبول الجزء الثالث من اكتر الافلام اللي منتظرها، لان حرفيا الجزء الاول والثاني ولا اروع بالنسبه لي. فيلم حلو جدا، لو ما شفتهمش فايتك عظمه. فيلم ميشن امبوسيبل تقدير الموضوع الجزء الثاني، الجزء الاول كان من اجمل الافلام في السنه، فاعتقد ان الجزء الثاني ان شاء الله يكون من اجمل الافلام في السنه. فيلم توي ستوري الجزء الخامس، من اجمل افلام الانيميشن اللي ممكن تشوفها في حياتك، ومن اجمل الافلام اللي ممكن تشوفها اصلا. واربع افلام نزلوا منهم، الاربعه عظمه على عظمه، فده من ضمن الاسباب اللي تخليني منتظر فيلم توي ستوري الجزء الخامس. فيلم اقوى ابليس الجزء الثالث، من افضل افلام الرعب اللي ممكن تشوفها، عظمه بمعنى الكلمه. الجزء الاول والجزء الثاني رائع، يخليك بكل تاكيد منتظر الجزء الثالث باعلى شغف. فيلم قلبا وقالبا الجزء الثاني من افضل الافلام المنتظره، لان حرفيا الجزء الاول هو من افضل الافلام الانيميشن اللي شفتها في حياتي، وغالبا حطيته في التوب 3 او التوب 5 على ما اعتقد. كوكب القردة الجزء الرابع، عظمه على عظمه. انا شخصيا كلمه منتظر الفيلم ده بفارغ الصبر قليله الصراحه. فيلم جلاديتور الجزء الثاني من اكتر الافلام اللي منتظرها، بس قلقان جدا صراحه لان الفيلم نزل من حاجه و20 سنه. مش عارف ليه حاسس ان الفيلم ده لو هيرجع بالجزء الثاني ما اعتقدش ان هيبقى نفس الليفل الجزء اللي قبليه، ولا حتى هيقرب منه. بتمنى انه يبقى نفس الليفل على الاقل او يبقى اعلى، تبقى شيء رائع صراحه. بس مش عارف ليه مش متفائل، بس منتظر الفيلم جدا الصراحه. فيلم لورد اوف ذا رينجز الجزء الرابع، حقيقي فعلا فكره سلسله راجعه السنه الجايه، عظمه. لورد اوف ذا رينجرز بالنسبه لي من افضل السلاسل في التاريخ اصلا، هتنزل منها جزء يا رب بس يتصرف عليه صح ويتعمل حلو، لان فعلا السلسله جميله جدا. فيلم الجوكر الجزء الثاني من افضل الافلام اللي شفتها في حياتي، من افضل الافلام في التاريخ بالنسبه لي، من افضل الافلام التمثيليه اللي شفتها. يا رب يا رباب الجزء الثاني يبقى نفس المستوى او يبقى افضل منه، يا ريت يا رب يبقى احسن فيلم في التاريخ. بس برضه مش عارف ليه قلقان، حاسس ان الفيلم مش هيبقى حلو اصلا، او لو بقى كويس هيبقى النوع اللي هو فاهم اللي هو ليفل مقبول عادي وسط جيد، لكن ما اعتقدش هيبقى نفس ليفل الجزء الاول. وبس دول كده الافلام الاجنبي، ونروح للافلام العربي. ولاد رزق الجزء الثالث، وغالبا ده اكتر فيلم عربي منتظره. جزء اول عظيم، جزء تاني رائع، ان شاء الله الجزء الثالث يكون اروع واعظم ويحقق اعلى نسبه ايرادات في تاريخ السينما المصريه. سريعا كده برضو من اكتر الافلام المنتظرها كافلام مصريه، فيلم شقه لعمرو يوسف، وفيلم فرقه الموت لاحمد عز، وفيلم السرب لاحمد السقا، التلج الاحمر، وفيلم التلج الاحمر، وفيلم وقفه رجاله الجزء الثاني. الجزء الاول كنت منبهر بيه صراحه، بالنسبه لي هو افضل فيلم في السنه اللي نزل فيها، من افضل الافلام الكوميديه اللي ممكن تشوفها، فحقيقي فيلم رائع. فيلم كازابلانكا الجزء الثاني، بالنسبه لي الجزء الاول فيلم حلو جدا، اتمنى الجزء الثاني يكون احلى من الجزء الاول. وبس كده، دي قائمتي لاكتر الافلام اللي كنت منتظرها في 2024. واكتر فيلم عربي بالنسبه لي منتظر هو ولاد رزق الجزء الثالث، واكتر فيلم اجنبي هو الجوكر الجزء الثاني. قول انت بالنسبه لك ايه اكتر فيلم عربي واجنبي منتظره في 2024؟ عجبتك الحلقه؟ تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.